ودائما كنقول لكم حاولوا تبعدوا من الشامبوان، ديروا غير الغسول. راه شتي الغسول غتقولي ما كيحيدش ما كيصفيش الشعر، قسما بالله الا كيصفى لينا الشعر بالغسول. راه زوين، غتولفوا غتوليو دائما كديروا غير الغسول. انا حيدت بصفه نهائيه الشامبوان، وليت كندير غير الغسول. اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي بقيتو مزيان؟ نتمنى تكونوا في تمام الصحه والعافيه. واليوم واحد الفيديو جديده غادي نشارك معكم. قبل ما ندخلوا للفيديو، مرحبا بالمشتركين والمشتركات جداد، مرحبا بكم والف مرحبا. اللي باقي ما اشترك تفعل الجرس تشترك وتفعل الجرس باش يوصلها كل جديد ديالي. ما تبخلوش عليا بلي لايك وبالتعاليق، كثروا ليا من التعاليق. واخا المشاهده طايحه وحنايا معاكم ماشي مشكل، واخا غير رحمه الوالدين ماشي مشكل. اليوم هاد الوصفه اللي غادي نشارك معكم بزاف السيدات اللي كيعانيو من التساقط ديال الشعر وكيبغيو شي وصفات اللي طبيعيين واللي ساهلين ما فيهمش واحد المكونات بزاف، وما فيهمش مكونات اللي تخصك تمشي تشريهم وتقداهم. راه بزاف السيدات كيعكزوا. اليوم هاد الوصفه بجوج مكونات فقط. وهاد المكونات موجودين في الدار، راه ما غادي تخرجي تشريهم ما حتى شي حاجه. وصفه اللي هي سهله، على الا غير حيدي منك العكز ونوضي دير الوصفات راسك وتهلاي في راسك. الا كيطيح لك الشعر ما غاديش يبقى يطيح، وغطلع لك الخلفه بهاد الوصفه هذه. ما تقوليش انني معكازه وما قادراش ندير، نوضي لاله وجدي راسك وديري هاد الوصفه. ما تمشيو فين. خليكم على فيديو حتى الاخير وفرجه ممتعه. ندوزو بسم الله على بركه الله. الوصفه ديالنا كتكون جوج مكونات ساهلين وموجودين عندنا البنات. الشيبه ها هي، الشيبه دابا راه موجوده درهم. وحاولوا تاخذوا الشيبه اللي كتكون بلديه، هذيك البلديه زوينه عندها منافع كثيره على ديك العاديه الروميه. هذه شيبه بلديه. وعندنا واحد البصله. جوج مكونات فقط غادي يديروا لك وصفه اللي هي رائعه، غيحدوا لك من التساقط ديال الشعر بصفه نهائيه. بغيتوا تضيفوا واحد الريس ديال الثومه ممكن، تكتفيو بالبصله. البصله البنات راها رائعه وزوينه بزاف للتساقط ديال الشعر وكتنبت الشعر. عرفتوا واحد كتطلع الزغبه بزاف، ماشي غير كتحد من التساقط، كدير حتى الخلفه وكتنبت الشعر. دابا ندوزو غنوريكم الطريقه. اول حاجه غادي ناخذ هاد البصله. كاينين جوج طرق ديال هاد المكونات هادو، وانا هادي غنديرها معكم والثانيه غادي نديرها لكم شفويا. غادي نقي هاد البصله هادي. بصيله تكون بصله تكون غير متوسطه، ما تكونش كبيره بزاف، غير قد هادي بارك راه كافيه هادي وقضيه الغرض. وواحد البيطه هكا تكون عرش كبير ديال الشيبه. غادي نجيب الطحانه الكهربائيه ولا داك الهاشوار ولا اللي بغيتو نتوما. انا غادي نجيب الهاشوار. غندير في الهاشوار غنقطع هاد البصله هادي، نقطعها قطع غير تقطع عشوائي حيت ما عنديش غرض فيها. نقطعها كيما تقطعات ماشي مشكل. وغادي ناخذ هاد الشيبه ندير منها واحد هكا، واحد العريشات مزيانين هكا ديال. وغادي نقطعها غير بين يديا هكا، غادي نقطعها غير هكا. غادي ناخذ هاد المكونات هادو وغادي نطحنهم مزيان حتى يتنين. غادي نطحنهم ولا نهاشيهم مزيان في الطحانه الكهربائيه ونتلاقاو من بعد باش ما نصدعكمش. هنا من بعد ما طحنتهم مزيان هنايا في هذا الخلاط ولا في هذا الهاشوار. غادي ندوز دابا. غادي ناخذ واحد الجبانيه وغناخذ واحد الصفايه وغادي نحاول نهبط هاد المكونات هادو بحال ما هكا. هانتوما شوفوا داك البصله كتطلق داك العصير ديالها اللي كنطحنوها مزيان. غير حاولوا تطحنوها مزيان. هنا غادي نبرك مزيان نصفي داك العصير ديال البصله وديال الشيبه مزيان هكا. تصفيوه في واحد الصفايه ولا تاخذوا واحد الليبه داك الرقاق ولا شي زويف هكا رقيق ولا داك الفاصمه حتى هي، وغتصفيوها اللي عندكم تصفيو به. انا كنحاول نهبط داكشي كامل، ما كنخلي حتى شي حاجه تبقى ليا
ها هو كنتحصل على هاد الخلاصه هذا ولا هاد العصير هذا بحال ما هكا. ها هو شوفوا، شفتوا هذا هو دابا اللي غادي نستعملو. هذا خلاص غادي نحيدو صافي ما بقاش حاجتنا به، ولكن هذا هو الخليط ولا هذا هو اللي حاجتنا باش نستعملوه. دابا ندوزو لطريقه الاستعمال. غادي نشدو هذا العصير هذا وغادي نشققو به الشعر ديالنا مزيان، الجلده ديال الشعر ونماسيو مزيان. حنا كنشققو به وكان واحد القطان ولا واحد شي حاجه باش نديرو، وحنا كنماسيو الراس ديالنا ولا الفروه ديال الراس ديالنا مزيان، وكنخليوه لمده ديال نصف ساعه. وعاد كنغسلو شعرنا عادي، كنديروها مرتين في الاسبوع. راه غير من الاسبوع الاول والاسبوع الثاني كتحس السيده ما كيبقاش عندها داك التساقط، وفي نفس الوقت كتشوفي الزغب بدا كينبت كيطلع. راه وصفه زوينه. وحاولوا بالنسبه للمقدمه ديال الراس تبقاو ديروا ليها مزيان هاد الوصفه هذه باش كتنبت الشعر، حيت حنا السيدات الشعر كيمشي لينا اغلبيه من القدام. وراه زوينه ورائعه هاد الوصفه. نوريكم الطريقه الثانيه. بالنسبه للطريقه الثانيه اللي قلت لكم، غادي تاخذوا البصله، غادي تاخذوا البصله والشيبه وغادي تقطعوها وديروها في كاسرونه ولا في شي طاوه صغيره وتغطيو عليها وتديروا عليها واحد الكاس ديال الماء ولا كاس ونص، وغتخليوها تغلي مزيان 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 تقريبا واحد 10 دقائق. تغلي وتعاود تغلي وتعاود حتى البصله والشيبه تطلق دوك المكونات ديالها. من بعد ما كتغلى كتخليوها كتبرد شويه وكتصفيوها. داك الماء ديالها كديروه في واحد البخاخ وتبقاو تصيبوه لشعركم بنفس الطريقه وتخليوه نص ساعه وتدوشوا. حتى هذا البنات اللي درت معاكم انا يمكن لكم ديروه في واحد البخاخ وتشققوا به الشعر ديالكم. حتى هذيك طريقه سهله. انا الاغلبيه كنديرو في القطن، كندير القطن وبقى نماصي في الشعر ديالي وندهن مزيان الفروه ديال الراس ديالي. دابا انا راني كنوريكم في راسي بحال اللي راكم زعما كتشوفوني، ما كرهتش زعما، ولكن انا ما كنبانش. وكنبقى نحك ونماسي هكاك وانا كنبرك دوك القطنه. عاود ملي كتخوى ليا القطنه عاود كنديرها ونبقى كنبرك. المهم حتى كندير الشعر ديالي كامل كنلبسو بهذا، ولا الفروه ديال الراس ديالي كامله كتاخذ حقها من هذا الخليط هذا. وكندير واحد السلوفان واحد الزويف ديال الحياه وكنخليها نصف ساعه حتى ساعه ماشي مشكل، ما كضر ما حتى شي حاجه. ومن بعد كتغسلوا شعركم عادي. ودائما كنقول لكم حاولوا تبعدوا من الشامبوان، ديروا غير الغسول. راه شتي الغسول غتقولي ما كيحيدش ما كيصفيش الشعر، قسما بالله الا كيصفى لينا الشعر بالغسول. راه زوين غتولفوا غتوليو دائما كديروا غير الغسول. انا حيدت بصفه نهائيه الشامبوان وليت كندير غير الغسول. جربت شامبوانات كاملين والغسول لقيت عليه راحتي الحمد لله. هذه هي الطريقه اللي قلت لكم ديروا. هادشي اللي كاين. نتمنى تجربوا هذه الوصفه وتردوا عليا الخبر في التعاليق، وكنتمنى غير تجربوا هذه الوصفات هذه. وبسلامه عليكم والى فيديو لاحق ان شاء الله.